أخبار الجزائر والعالم من قناة أخبار اليوم. تحية طيبة ومرحبا بكم. يجتمع قادة دول البريكس اليوم الأربعاء لليوم الثاني على التوالي في جوهانسبورغ بجنوب إفريقيا في قمة ترمي لتوسيع نفوذ التكتل والدفع باتجاه تحول في السياسة العالمية. وكشف الرئيس الصيني شي جين بينغ في الجلسة العامة لقمة بريكس عن موقفه من فكرة توسيع تكتل بريكس، المجموعة التي تضم الدول الأسرع نموا اقتصاديا في العالم، وهي جنوب إفريقيا، البرازيل، الهند، روسيا، على غرار الصين. وقال الزعيم الصيني أنه من الضروري تشجيع الدول على الانضمام إلى منظمة بريكس لإنشاء عالم أكثر إنصاف وعدالة، كما شدد بأنه يجب على دول بريكس الوقوف ضد الإكراه الاقتصادي والتركيز على التعاون التجاري وتعزيز التعاون الدولي وتطوير وتوفير الاستقرار. وأضاف: يجب علينا أن نعمل معا لتطوير وتأمين سلاسل التوريد ولتعزيز الاقتصاد الرقمي والتصنيع والصناعة الخضراء وتعزيز التجارة والتبادل المالي. وأشار إلى أن هناك تحديات تواجه الدول النامية، وعلينا في المجموعة أن نكون أصدقاء لهذه الدول في رحلة تعافيها. وأضاف: عقلية الحرب الباردة لا تزال قائمة حتى اليوم، والوضع الجيوسياسي قائم.